معكم محمد من تكنو اب. النهارده في الفيديو بتاعنا هنشرح ازاي نعمل اعدادات لاكسس بوينت ايا كان اكسس بوينت نوعه ايه، لان تقريبا معظمهم نفس الانترفيس شبه بعض. فالاكسس بوينت اللي معانا حاليا تي بي لينك 150 متر وايرلس اكسس بوينت موديل WA701NG. تمام. فده الانترفيس بتاعه، وبندخل من عنوان الصفحة 192.168.0.254. تمام. طبعا لو هو الاكسس بوينت جديد ده هيخش معانا على طول، هتلاقي ان اسم الوايرلس بيبقى باي ديفولت تي بي لينك موجود عندنا، ومن غير نظام سكيورتي زي الباقيين كده. تمام. او مش محمي بباسورد. بعد ما بندخل عليه بنكتب العنوان ده بنجيبه من ظهر الاكسس بوينت. تمام. بيبقى مكتوب العنوان بتاعه. طبعا احيانا بيختلف، مش كله نفس العنوان ده. وبيبقى اليوزر نيم والباسورد باي ديفولت بردك ادمن. بعد ما بنفتح الصفحه كده بيجي لنا حاجه كويك سيت اب، نضغط على نيكست. بيبقى عندنا اختيارات كتير قوي: اكسس بوينت ومالتي اس اي دي وريبيتر وبريدج ويز اكسس بوينت وكلاينت. طبعا هنشرح واحده واحده ازاي بنقدر نشتغل معاها، وايه هي الحاجه اللي مناسبه لينا او اللي احنا فعلا محتاجين ان احنا نستخدمها. الاكسس بوينت اول حاجه هنشرحه ونعمل الاعداد بتاعته. بيحول لو احنا مثلا عندنا راوتر مش وايرلس. تمام. والراوتر اللي مش وايرلس ده او الراوتر العادي النورمال عايزين نطلع منه شبكه واي فاي، او عايزين نشغل واي فاي وعندنا اكسس بوينت، فالاكسس بوينت هيقوم بالمقام ده، فهيغير الاشاره من عن طريق الواير الكيبل الى اكسس بوينت اشاره هوائيه. تمام. طبعا في الاكسس بوينت بيبقى اقل حاجه مخرج واحد، فالمخرج ده هنوصل بكيبل من عن طريق من الاكسس بوينت الى الراوتر. تمام. بالتالي هنختار الاختيار ده. يبقى ده الاختيار ده لو احنا عايزين عندنا راوتر مش وايرلس وعايزين نحوله او نخليه نطلع وايرلس عن طريق الاكسس بوينت. تمام. هنختار الاختيار ده ونضغط نيكست. تمام. بتغير العنوان بتاعه طبعا، خليه مثلا خليها اسم الصفحة، وتختار نظام سكيورتي اعلى حاجة. تمام. اللي هو موست سكيور WA/WBA2/BSK، والوايرلس باسورد خليها مثلا كده. طبعا اهم حاجة الباسورد ده يكون complicated على قد ما تقدر، وبحيث ان انت كمان تقدر تفتكره، بحيث ان محدش يقدر يعمل له هاك. بعد كده بتضغط نيكست. تمام. طبعا بتخليها باي ديفولت DHCP سيرفر ديسيبل، والاي بي ادرس بتسيبهم زي ما هما، واللوجن اكونت بتسيبهم زي ما هما. لو حد لو حاسس ان ممكن حد يقدر يخش على الراوتر بتاعك غيرك، فممكن تغيره وتحط يوزر نيم وباسورد تانيين. تمام. الاولد بتدخلهم ادمن وادمن، وبتدخل حاجات جديده. يعني لو حد مش عايز يخش على صفحه الراوتر غيرك انت بس، وبتضغط نيكست. تمام. طبعا الاعدادات عندنا ايه: اكسس بوينت، اسم الوايرلس تكنو اب، موست سكيور، الباسورد، اللوجن. تمام. بس كده، وبنضغط سيف وبعد كده ريبوت. تمام. كده احنا غيرنا او حولنا الراوتر اللي عندنا الواير ل وايرلس عن طريق الاكسس بوينت اللي هو تي بي لينك او وات ايفر اي اكسس بوينت موجود عندنا. دي الخطوه الاولى. تمام.